تعاقد برشلونة رسميا مع المدافع الكولومبي ريمينا قادما من بالميراس البرازيلي. النادي الكتالوني وفي بيان رسمي أعلن توصله لاتفاق مع بالميراس لشراء ييرا مقابل ما يقارب 12 مليون يورو في عقد يمتد ل5 سنوات ونصف، وبشرط جزائي سيصل إلى 100 مليون يورو، على أن يقدم برشلونة رسميا مدافعه الجديد ظهر الجمعة لوسائل الإعلام، ليكون بذلك مينا الصفقة الثانية لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالية بعد البرازيلي كوتينيو. في لقاء مع قنوات بي إن سبورتس تحدث مايك رايلي رئيس لجنة الحكام المحترفة في إنجلترا عن تطبيق تقنية الفيديو في الملاعب الإنجليزية، وأوضح رايلي دور حكم الفيديو المساعد وآلية عمله. نلاحظ وجود عدة شاشات مرتبطة بحوالي 15 إلى 30 كاميرا، وهي تزودنا بكافة أحداث المباراة. علينا التركيز هنا إلى هاتين الشاشتين القريبتين من حكم الفيديو المساعد المرتبطتين ب8 كاميرات، فيتابع في القسم العلوي البث المباشر، في حين يتم العرض متأخرا بثانيتين عن القسم السفلي، والهدف هو التحليل السريع لأي حالة. ونرى هنا أن البث المباشر يستمر تحت أنظار حكم الفيديو أثناء مشاهدة أي إعادة لأي صور للتأكد من القرار الذي سيبلغ عنه حكم الساحة. يمكننا القول أن مهمة حكم الفيديو هو مساعدة الحكم الرئيسي في القرارات الهامة، كما في حالة احتساب أو إلغاء الأهداف، وكذلك حالة الطرد المباشر وليس البطاقة الصفراء الثانية.